بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري 2-1 في مباراة متوسطة المستوى، بل أقل من المتوسط في بعض الأحيان. النادي الأهلي الشوط الأولاني أول ربع ساعة بضغط الجماهير، بتشجيع الجماهير، بالحماس، قدر ان هو يخطف جون ويجيبه عن طريق بن شرقي، اللي انا شايف ان هو كان نجم الشوط الاولاني، هو ومحمد هاني. افضل اتنين كانوا الشوط الاولاني موجودين في الملعب. الاتحاد السكندري يشكر على ان عمل مباراة كبيرة النهاردة، ووصل لمحمد الشناوي في اكتر من انفراد، ولولا تألق الشناوي وعدم التوفيق كانت المباراة اتقلبت، وكانت النتيجة ممكن تبقى 3-4 للاتحاد. ده مش كلام، دي حقيقة. يعني في واحدة كورنر اترفعت، دخل المدافع حطها، الشناوي بيطلعها بأعجوبة ببراعة، ويطلعها بعد كده ياسر إبراهيم. واحدة تانية انفراد، الراجل حطها بره الثلاث خشبات، مع ان كان الشناوي راجع بظهره، ولو اتحطت في اي زاويه كانت جول. وبعد كده في تاني انفراد في نهايه الشوط الاولاني، الكوره اللي هو الراجل شاطها في السماء، اللي راح انفراد بيها وشاطها في السماء. ده كان مجمل الشوط الاولاني. بدانا الشوط الثاني نفس الريتم. اللي انا عايز اقوله بقى يعني ونخاطب فيه بقى مجلس الاداره، ونخاطب جماهير النادي الاهلي. بن رمضان الراجل اللي مفروض جاي محترف وجاي من منتخب تونس، مفروض ان احنا عمالين من اول الموسم لسه ما انسجمش لسه. وانا كنت واحد من الناس، حتى لما جم في مره بيقولوا لي هو ولا امام عاشور لما يرجع، قلت لهم هو لو دخل فورمه بسرعه ممكن يبقى في قلق على امام عاشور، لان ده لعيب بيمتلك من المهارة اللي هي تقدر تخليه يبقى إلى حد ما يعني هيعمل قلق بكل شكل من الأشكال على إمام عاشور لو كان دخل فورمة. لغاية دلوقتي من يوم ما جه لغاية دلوقتي ما دخلش فورمة، ودي علامات استفهام. حتى في الاستلام بتبقى الكرة فاول عليه مفروض، وعملها في ماتش المحله مرتين، ومفروض كان خد انذار مره، وكان المفروض ياخد الانذار الثاني ويطرد. النهارده برضو في كام كوره كده بيحط ايده، فبتبقى يعني علامات استفهام كتيره عليه. انا مش عارف هو يعني النهارده مثلا الماتش التاسع في الدوري العام ولا العاشر للنادي الاهلي، ده غير الماتشات بتاعت الماتش بتاع افريقيا اللي فات، وغير قبل كده ماتشات كاس العالم، وغير ماتش اللي هو كان بتاع باتشوكا. يعني دخله في 15 مباراة وهو مش عارف يجيب فورمة ازاي. يعني انا كنت متوقع ان هو ده اللي هيبقى نجم الموسم السنة دي يعني بصراحة يعني، بس هو خذلنا يعني وعلى الفرقة. خلي بالك يعني لو هو قفشه لو خد الفرص اللي الراجل ده خدها، اقسم بالله هيكسر الدنيا. قفشه هيكسر الدنيا وهيخلي شكل الاهلي احسن من كده. ده ملوش تواجد خالص، انا مش حاسس بيه في الملعب خالص، واكيد انتوا مش حاسين. بس طبعا المطبلاتيه يطلعوا يقول لك لا ده انا بقول لك لعيب كبير، بس هو مش عارف يجيب فورمته لغايه دلوقتي. يعني لغايه دلوقتي، ودي علامات استفهام. ولازم يبقى حد من الجهاز الفني، سواء كابتن وليد صلاح الدين او عادل مصطفى، ان هم لازم يلفتوا نظر الراجل، يعملوا له برنامج، يقعدوه شويه عشان يحس ان هو جاي. لا، انت جاي محترف مش عالة، انت جاي عشان تشيل الفرقه وتلاعب الفرقه، ومدفوع فيك مبلغ وقدره. فده بقى مأثر على زيزو، ومأثر على تريزيجيه، ومأثر على بن شرقي، ومأثر على جريديشار النهارده، لان المفروض ان الراجل ده هو اللي بيلعب الناس دي، ما بيلعبهمش. ده هو طالع وراهم، ولا له ان هو ينزل يسلم ويستلم ويبدأ يلعب الناس. ده هو طالع عايز يجيب جول. ويا ريت بقى مثلا ان هو بيحط بدماغه ولا بيشوط. ما فيش الا في اخر الماتش، في الوقت بدأ ده الكرة اللي شاطها بس. طب انت فين طول ال 90 دقيقة؟ يعني طول ال 90 دقيقة انت فين؟ مالكش اي تواجد. تريزيجيه برضو لازم
برضو يعيد حساباته في حته، مش كل كره خدها دي. امسك كوره ولاعب الناس زي ما كنت بتلعب قبل كده مع المنتخب ومع الفرق اللي انت بتلعب فيها. لما بتمسك الكوره وبتلعب الناس، انت عايز كل كوره تجري بيها. المهم الشوط الثاني ضربه جزاء، وضربه جزاء اعتقد ان هي صحيحه، اللي حكمها الفار. رجع الحكم مصطفى شردي ولا مش عارف اسمه ايه، راح شافها جه حسبها ضربة جزاء. بعد كده الاتحاد رجع للمباراة تاني، فادي فريد بيجيب جون عالمي، الباك رايت بيعمل كرة عرضية بيستغلها، نفس الكرة بتاعت ناصر منسي اللي هي كانت في كاس السوبر الافريقي. دي برضو حاجة من ضمن الحاجات بتاعت ياسر ابراهيم، ان هو ما بيبصش على الفيرود، هو بيبص على الكوره وما بيساب الفيرود. نفس الكوره دي هي نفس الكوره بتاعت ناصر منسي في ماتش السوبر الافريقي. مع ان المفروض ان انت بتلعب منتخب مصر ولاعيبه عندك خبره وبتلعب في النادي الاهلي، قبل ما الكوره تتعمل بالعرض اشوف انا واقف ازاي واشوف الفيرود جاي منين، عشان ان انا في حاله زي كده اسبق الخطوه دي واطلعها. انما يعني برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي هي عليها علامات استفهام يا ياسر. انت احسن مساك كوره في مصر، ف كل مره يتعمل فيك ان الراجل يسرقك ويجيبها جون. طب انت بتبص على الكوره ولا بتبص على الفيرود، ولا انت مش مركز خالص؟ فبقت 2-1 المباراه، ازمت هوب في طرد لاحمد نبيل كوكا. لغايه اللحظه دي الحكم هايل، الحكم نجم المباراه، وطرد. بعد كده حس ان هو ندم ان هو طرد، فقعد يدور لغايه لما اتلكك لكريم الديب وقام جاي مطارده بعد دقيقتين عشان يعمل التوازن. يا عم انت عملت الصح، كوكا يطرد وكان مروان عطيه يطرد لانه واخد انذار برضه ومسك الراجل، وانت عملت فيها نفسك من بنها وقلنا ماشي مش مشكله. في اول الشوط الثاني كانت ناحيه الرايت هناك، وبعدين الراجل بيحتج على الفاول اللي هي مش فاول، يعني عادي بيحتج، لا شتمك ولا قل ادبك ولا قل ادبه عليك ولا شوح لك ولا عمل حاجه مثلا عشان ان انت ايه تقوم جاي متنرفز على طول مطلع له الكارت الاصفر الثاني عشان عارف ان عنده. اشمعنى ده اللي نقيته؟ مع ان في لعيبه، ده ياسر ابراهيم يا راجل بعد الماتش يا راجل عمال يشوح لك وعمال يكلمك، ما نعرفش بقى بيتهجم عليك بيقول لك ايه، وانت ما طلعتش انذار اديته له بعد الماتش وانتوا خارجين، وعامل نفسك برضو من بينها. يا لجنه الحكام ارحمونا بقى من الحاجات دي، ارحمونا، انتوا بتشوفوا، خلوا فيه العداله عشان يبقى احنا. انا لغايه ما بقول لك طرد كوكا كان ماشي كويس، مع ان كان في طرد قبليها لمروان عطيه. طبعا الكلام ده مش هيعجب الناس المتبلطيه، لا يقول لك لا والله العظيم لو ده لعيب من الاتحاد كان هيدوا له الانذار الثاني ويطرده والله. اللي هو عمل يعني مسك. طب انت اديته انذار الشوط الاولاني ليه لمروان عطيه؟ عشان الراجل رقصه قام جاي ماسكه نفس المسكه، الراجل رقصه قام جاي ماسكه. يعني هي يا اما ما كنتش اديته انذار يا اما تدوا له الانذار الثاني وتطرده، انما الكلام دوت ما ينفعش. طبعا هيبوظوا شكل الدوري، هيبوظوا شكل الدوري بالحاجات دي. فهو صعب عليه ان كوكا اتطرد، قعد يدور لغايه ما قال لك خلاص كريم الديب. الراجل راح بيتكلمه بمنتهى الادب، ولا شوح له ولا شتمه ولا اعتراض، عادي جدا، وهو كابتن الفرقه وبيكلمك. بس هي كده، احنا كده يا اولاد البلد، ايه عشان ان احنا نعمل توازن قال لك هوب ديب بالانذار الثاني وقام جاي طرد. بوظت شكلك ليه؟ ما انت عامل مباراه كبيره وماشي كويس. المهم المباراه بيجي بعد كده كريم الديب ده في الشوط الثاني مضيع واحده ما تضيعش. يعني النادي الاهلي ما ضيعش خالص. هتقول لي الشوطه بتاعت زيزو في نص الجون، هتقول لي الشوطه بتاعت بين رمضان في نص الجون، انما الفرص اللي هي فرص هو نادي الاتحاد اللي عملها. وشابوه النهارده الاتحاد السكندري، والله عامل مباراه كبيره وحظه وحش جدا في الثلاث فرص اللي هم الشوط الاولاني والفرصه بتاعت كريم الدين. الاهلي ما ضيعش، الاهلي هو كرات واحده ثابته اللي هي ضربه الجزاء، والثانيه اللي هي لبن شرقي اللي في واحد طالع يقول لك ايه
عمل كروس عالمي، ده في 2 رايحين، كان جريديشار وتريزيجيه، لو هو باصص هيعملها لواحد من الاثنين، انما هو عامل الاوفر وخلاص. راحت لبن شرقي اللي حياها لان خدها على صدره كده، رجع طلع المدافع بره وقام جاي حاطط وش رجله فيها، ويقول لك كروس عالمي. ماشي، بس يعني بتصيطوا على الفاضي، عايزين بس ان انتوا ايه تكبروا في الراجل ليه؟ عشان بزيره الناحيه الثانيه مدغدغ الدنيا. فانتوا برضو لازم تعلوا ده كويس النهارده ان ما كانتش راجل مباراه، لان اللي ياخد راجل مباراه كان رقم 1 هو بن شرقي، رقم 2 محمد هاني. طبعا من الناحيه الثانيه هم ادوها للباك رايت اللي هو بتاع الاتحاد، وهو يستاهل لان كان فاتح عامل شوارع النهارده على كوكا وعلى شكري لما نزل بصراحه يعني. فمبروك للنادي الاهلي، بيتصدر الدوري، بقى عنده 21 بونت. وبعد كده بقى هنتفرج على الفرق ان شاء الله الفتره اللي جايه. النهارده المصري هيلعب، وبعد كده سيراميكا الاسبوع اللي جاي بعد مباريات افريقيا، وبعد كده هنشوف الدنيا يبقى فيها ايه. ولسه الدوري طويل. بس كلمه للحكام ولجنه الحكام والناس اللي قاعده على الفار، والله العظيم والله العظيم انا ما ضد حد ولا مع حد، انا عايز العدل عشان نتفرج على كوره حلوه، عشان تبقى انت مقتنع وانت كسبان بعرقك احنا نسقف لك، كسبان بمساعده هنقعد ضدك. لان بصراحه يعني بصراحه كفايه بقى، عايزين نتفرج مره على منافسه. يعني الواحد فرحان ان السنه دي ان المصري دخل منافسه وسيراميكا دخل منافسه مع بيراميدز والاهلي والزمالك. هو ده الكوره، لما بيكون في اكتر من فرقه بتنافس والله العظيم الدوري بيحلاو. انتوا فاكرين الدوري ايام فايلر لما جه قبل قبل الدور الاولاني من ما ينتهي وهو واخد الدوري؟ كانت الماتشات كلها سلق بيض بعد كده، سواء بيراميدز سواء الزمالك سواء، ما لهاش لازمه، لان الاهلي حسم من قبل ما الدور الاولاني ينتهي بحوالي 3 ماتشات. فبعد كده ما بقاش في منافسه، وده بقى بيضر الكوره في مصر على منتخب مصر، لان كل الفرق بتلعب خلاص، كله رمى الفوطه وخلاص، الاهلي خد الدوري من بدري طب هلعب ليه؟ ما حتى اللي هيلعب ولو كسب هيدوله نص المكافأة، لان مش المكسب مش هيوصله انه ياخد الدوري او ينافس على الدوري. فعشان كده بيبقى لعب موظفين، دوري بيبقى موظفين. ليه؟ لان الاهلي من قبل الدور الاولاني ما ينتهي وهو حسم البطوله. انما احنا السنه دي مره المصري مره سيراميكا، يعني لغايه النهارده قبل ماتش الاهلي سيراميكا الاول والمصري الثاني والزمالك والاهلي الثالث والرابع. فدي حاجه كويسه، يعني دي حاجه كويسه. انما هتبقى واحده بس، فرقه واحده بس، انا شايف ان لصالح الكره المصريه ان يبقى في اكتر من فرقه بتنافس على الدوري عشان طعم الدوري يبقى حلو. على العموم مبروك للنادي الاهلي، وهارد لك لفريق الاتحاد اللي عمل مباراه كبيره هو ومدربه، وان شاء الله اشوفكم قريب في فيديو جديد. السلام عليكم.